السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعاتي الأعزاء في فيديو جديد لنهار اليوم. إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال وصحة جيدة يا رب العالمين. وصفتنا لنهار اليوم وصفة الكيكة نتاع الملعقة، عفوا، نتاع الملعقة أو كيكة الدوز دوز. 12 الملعقة راح تجيكم بزاف بنينة وبحجم عائلي. راح ندخلوا في الوصفة وطريقة التحضير. راح نبداو على بركة الله بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا حبيباتي، حطيت ريسيبيو تاعي وراح نحط فيه 3 بيضات. بيضات تاعنا يكونوا بحرارة المطبخ، بما أنه رانا في فصل الصيف. هاد الوصفة أنا كنت درتها يعني في الأيامات الباردين، وللأسف ما حطيتهاش في ذاك الوقت. بصح هذا وين راح ندير لها المونتاج نتاعها وراح نحط لكم هذه الوصفة، واكيد راح تعجبكم. كما راكم تشوفوا حبيباتي، حطيت الحبيبات نتاعي تاع البيض مع رشة الملح و12 ملعقة نتاع السكر، ونزيد نضيف ملعقة نتاع لافاني. كما راكم تشوفوا حبيباتي، هنا يعني تقدروا غير يعني غير تخلطوها غير بالفوي. انا للاسف عندي يعني ذرعيه يوجعوني، ما نقدرش نحرك بهم يعني بزاف. ديما لازمني نستعين يعني بالخلاط الكهربائي. كما راكم تشوفوا حبيباتي، زدت ضفت لها 12 ملعقه نتاع الزيت عفوا، وزدت ضفت لها 12 ملعقه نتاع الحليب. يعني هاد الكيكه تجي بزاف سهله وبزاف خفيفه وبزاف بنينه. هنا ضفت لها مبشور البرتقال اللي كنت يعني احتفظت به يعني في الشتاء، كنت مخبيته في الكونجيلاتور. جبته ودرت لكم به هذا الموسكوتشو. صدقوني البنات جات بزاف بنينه هذا الموسكوتشو. وحتى هذاك المبشور تاع البرتقال مدلنا اللون للموسكوتشو تاعنا، وجات الكولير تاعها اصفر من داخل. جات بزاف هايله وبزاف رائعه. كما راكم تشوفوا حبيباتي، انا خلطتها بهذه الطريقه. كما قلت لكم حبيباتي، اللي تقدر يعني وعندها يعني لا فورس في ذرعها تقدر يعني تخلطها غير بالفوي، يعني حاجه سهله ماهيش حاجه واعره. انا كما قلت لكم للاسف ذراعي يوجعني، استعملت الخلاط الكهربائي. كما راكم تشوفوا حبيباتي، راح نزيد نضيف لها 12 ملعقه نتاع الفرينه، وراح نضيف لها 2 ساشيات تاع الخميره الكيميائيه. يعني هذا هو المسكوتشو تاعنا، يجي بزاف خفيف ويجي بزاف هايل. جربوا هذه الوصفه واكيد مش راحين تندموا. بصراحة أنا كنت راح نحط هذه الوصفة في القناة تاعي الأولى، يعني قناتي الأولى أسرار الطبخ لأم لوجين. كنت راح نحط فيها هذه الوصفة، بصح للأسف هاد الأيامات راهي قناتي عندي فيها مشكل. راهم حبسوا لي الربح. المشكل تاعي ما فهمتش وش هو المشكل، يعني إثبات الهوية ولا مشكل عندي في الأدسنس، والله ما على بالي. أنا شوية ما نفهمش في هذه الأمور. اللي هي حبيت نقول لكم حبيباتي اللي عندها معلومات عن هذا المشكل، نتمنى انها تراسلني وتوجهني يعني في ميزان حسناتكم. انا صدقوني حبيباتي ما عنديش خبرة في هذه الامور. والله هذا يعني هذو التعقيدات نتاع القنوات. انا هذه القناة كانت يعني كنت حليتها على اساس اني يعني نسترزق منها على حسب يعني على حسب ظروفي. بصح ما كنتش على بالي باللي هاد التعقيدات كامل في هذه القناة. صدقوني انا كنت جيت على بالي بهذه التعقيدات كاملة، على خاطر انايا من النوع اللي شوية ما نفهمش في هذه الامور. يعني هذه ماهيش حاجة يعني ماهيش حاجة لا عيب ولا حرام، يعني هذه كل واحد على حسب فهمته. المهم اللي عندها يعني كاش تفاصيل على هذا الموضوع تراسلني، نتمنى ان شاء الله تراسلني وتوجهني. نقول لكم حبيباتي في ميزان حسناتكم. وعلاش لا وعلاش من نعطوش لبعضنا يخي، يعني ماشي حاجه يعني اللي تكلف يعني دراهم باش نعطوها لبعضنا. المهم حبيباتي، هذه هي الكيكه تاعنا. انا شوفوا البنات قصيتها يعني يعني تقطيع تاعها كان عشوائي.
قصيتها غير على 6 أطراف، وانتوما لكم الاختيار. تحبوا يعني تقصوها زيدوا تقصوها أكثر من هكذا. أنا شوفوا قصيتها يعني غير عشوائي برك. راحين تشوفوها كيفاه جات من داخل. شوفوا البنات اللون تاعها كيفاه جات بزاف هايله، وجات بزاف خفيفه صدقون، جات رائعه رائعه. يعني هذا كيك عائلي، ويعني راح يكفي يعني شحال من شخص. يعني انا العائله تاعي يعني فيها غير 4 عباد، بصح هذه راهي تكفي يعني يعني قيس 8 عباد ولا حتى 9 عباد. نتمنى ان شاء الله تكون هذه الكيكه عجبتكم. ونقول لكم حبيباتي لاول مره تدخل قناتي نقول لك ما تنساش تدعميني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقوك جديد الوصفات. اما اللي دخلوا عندي جديد نقول لكم مرحبا بكم حبيباتي، دار داركم، وانا راني غير ضيفه عندكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذا الوصفه وتنال رضاكم. واكيد جربوها، اكيد راح تعجبكم وتعجب حتى الضيوف تاعكم. يعني راح توجد في ظرف 10 دقائق، وانتم درتوها وطيبتوها وراحين تقدموها لضيافكم. نقول لكم حبيباتي اللي راهم عندي قدام نقول لكم مرحبا بكم. واكيد راكم في قلبي حبيباتي، واكيد يعني بفضلكم وبدعمكم اللي راهي القناه تكبر يعني نهار بعد نهار. هذه يعني قناه جديده حليتها يعني جديده. انا اكيد تالمو رانا عندي مشكل في القناه الاولى، بصح ما نقدرش ما نطلش عليكم فيديو باش نتكلم معكم شويه. المهم إلى الملتقى.